ايه الفرق بين الخط الملاحي والفريت فوروردر والام في او سي سي؟ ده اللي هنعرفه لما تجيب قهوتك، ويلا بينا. ممكن تحجز شحنة بحرية من غير ما تتعامل مع صاحب السفينة أصلا. في عالم الشحن الدولي في 3 أسماء هتسمعهم كتير جدا: الشيبنج لاين والفريت فوروردر والام في او سي سي. وناس كتير فاكرة إنهم نفس الحاجة، لكن الحقيقة كل واحد فيهم دوره مختلف تماما. أول لاعب معانا النهاردة هو الشيبنج لاين أو الخط الملاحي، وده ببساطة صاحب السفينة، يعني هو اللي عنده الأسطول البحري والكونتينرز كلها، هو اللي بينقل البضاعة فعليا بين المواني. لما تشوف سفينة ضخمة ماشيه كده ما بين اسيا واوروبا، فده تبع الخط الملاحي. هتقول لي يعني هو اللي بينقل البضاعه بنفسه؟ هقول لك كده، هو الناقل الفعلي للبضاعه، لكن مش شرط يكون هو اللي باع لك خدمه الشحن. وهنا بقى نيجي ندخل على اللاعب التاني، وهو الفريت فوروردر، وده اتكلمنا عنه في الريل اللي فات. الفوروردر غالبا مش عنده سفن، لكن دوره انه ينظم الرحله كلها ويختار الخط الملاحي والمسار والترانزيت تايم والنقل الداخلي والتخليص. بمعنى ابسط، الشيبنج لاين بيمتلك السفينه والفريت فوروردر بيدير الرحله. لكن لسه بقى في لاعب ثالث ومهم وناس كتير ما تعرفوش، وهو الام في او سي سي، وده اختصار لنون فيسل اوبريتنج كوماند كارير. اسمها كبير شويتين لكن فكرتها بسيطه جدا. الام في او سي سي مش عنده سفن هو كمان، لكن بيشتري مساحات كبيره من الخطوط الملاحيه وبعدين يعيد بيعها للعملاء او للفريت فوروردر، يعني كانه تاجر جمله كده للشحن البحري. يلا بينا على العملي ونشوف مثال. خط ملاحي عنده 1000 مكان على السفينه. الام في او سي سي تحجز منهم 300 وبعدين تبيعهم لمئات العملاء باسعار مختلفه. عشان كده ساعات تلاقي نفس السفينه ونفس الرحله لكن باسعار الشحن مختلفه من شركه للتانيه. ليه؟ لان طريقه الشراء واداره المساحات مختلفه ما بين الشركات، وفي اوقات كتير الام في او سي سي بيقدر يوفر سعر افضل ومرونه اكبر من الحجز المباشر. لكن في المقابل مش كل الشحنات يناسبها نفس الحل. الشركات الكبيره عاده بتبص على السعر والخدمه والمساحات المتاحه، وطبعا اوقات الابحار المطلوبه وسرعه حل المشاكل، اللي دي اهم نقطه، مش على السعر بس. خلاصه، الخط الملاحي هو صاحب السفينه، الفريت فوروردر هو مدير الرحله اللوجستيه، والام في او سي سي هو تاجر مساحات الشحن البحريه. وفي الشحن الدولي كل ما فهمت مين بيعمل ايه بالظبط، كل ما قدرت تتفاوض افضل وتوفر اكتر وتتحكم في شحنتك بشكل احسن واذكى.